السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحباب. يعني تبادر إلى ذهني سؤال حبيت أسأل نفسي وإياكم أيها الأحباب. يعني أنا أتكلم عن نفسي إنه مع روحانية رمضان أحيانا الواحد يتمنى أنه عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعيش معه صراحة، يعني في حياته، في جهاده، في صيامه، في كل أوقاته، ولذلك يتلذذ بهذه العبادة والإيمان. يا اخوان، يعني تصور الواحد لو انه فعلا انت عشت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كنت يعني تدخل المسجد فتلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وزد على ذلك يعني الشخصيات الإسلامية الفذة، أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الأجلاء والأفاضل. ولو قدر فعلا أنك معهم قس نفسك صراحة من حيث عبادتك الآن وعبادتهم، ما راح باختصار ما تخشى على نفسك حقيقة صراحة أن تعد من المنافقين، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعروف المنافق الذي لا يصلي. طبعا بالتأكيد أكيد أنك راح تقول والله أنا مقصر، وأنا يعني كل معنى الكلمات في التقصير، ونسأل الله أن يتوب علينا، ونسأل الله أن يغفر لنا، وهذه أمنية عظيمة. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يكون يعني صراحة، إما أن تكون من أهل الإيمان والتقوى والصلاح، وهذا ما نحسبه فيك، أو العياذ بالله أن تصنف في من أصناف المنافقين وأنت ما تتمنى ذلك. من هذا الكلام أنه لربما أنك تقول الحمد لله أنني لم أعش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. إذا حرمت نفسك يعني من الصحبة مع النبي عليه الصلاة والسلام والأجر، وبالعكس الإنسان النية الطيبة معه لربما أنه ترفعه في منزل عالي. باختصار يا أخي الحبيب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا. فالله يا أخي الحبيب أن تجدد علاقتك بالله سبحانه وتعالى. الفضيل وهذه الروحانية العظيمة فرصة أن الإنسان يغير بمعنى ذلك أنه يصدق مع الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله. النفس يعني الشياطين مصفدة، والنفس والروحانية موجودة، وحب الصلاة وحب القرآن وحب قيام الليل كلها موجودة. بدأت التغيير في هذا الشهر الفضيل بالمحافظة على الصلاة، وكذلك قراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام. صار على النفس حقيقة وضع برنامج محدد، يعني الإنسان ما يخرج من شهر رمضان المبارك إلا إنه غير من أشياء كثير في حياته. طبعا أنا أستحي من الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا الكلام، وأنا بنفسي أحس من التقصير ما لا يعلمه إلا الله، فنسأل الله أن يتوب علينا وعليكم.